أفخم براند نيش تركيب. يعني ايه تركيب؟ يعني لوليبو. لوليبو يعني المعمل، ولوليبو هو يعتبر بيتعمل كله مانيوال، أزايز موحدة، ستيكر ثابت بيتلزق على البراند، سواء كان شمع أو كان بيرفيوم، بيتلزق بشكل عشوائي جدا زي ما انتوا شايفين، مكتوب عليه اسم البراند وتاريخ التصنيع بتاعه، وبتتجهز الإزازة وانت واقف عندهم، سواء بقى كان سكين كير أو بودي لوشن أو الكلام ده كله برضو موجود في البراند بتاع لوليبو. ويعتبر من أغلى البراندات اللي موجودة في نيويورك، بالذات براندات النيش. البرفيوم عليه نقاء رهيب، وبيتجهز كأنك بالظبط واقف عند محل تركيب. حتى لما بيتحط موجود في المطار، زي ما انتوا شايفين الأسعار بتاعته بتوصل ل1200 درهم، و1000 درهم للإزازة 100 ملي، يعني داخلة بحوالي 13000 جنيه ل 14000 جنيه. والازايز زي ما انتوا شايفين كانها ازايز تركيب بالظبط، وبعد كده تتحط في العلب الكرتون اللي انتوا شايفينها. وفي 30 مللي وفي 50 مللي، واقل ازازه 30 مللي واصله لغايه 7000 جنيه او بما يعادل 600 درهم او 500 درهم. وزي ما انتوا شايفين طريقه العرض بتاعت البرفيوم في الستور عندهم، سواء بقى أجدد البرفيوم عندهم زي تانوار 29 أو لافاندي 31، كأنهم بالظبط محطوطين في معمل. تعالوا بقى عشان أفرجكم على الشبيه المصري اللي بيقلد نفس الفكرة بتاعت لوليبو وبتاعت التقديم بعطور محاكاة ولكن مسبقة التصنيع. أنا النهاردة عايز أوريكم البراند ده هو انسبايرد، شكل الباكينج بتاعه. دي ازازه ودي التانية، دول اللي انا كنت جايبهم من البراند. هو كل العلب تقريبا شبه بعض، مفيش فرق ما بينهم. بتفتح بتلاقي لوكال براند، هو ده براند مصري، ده تصنيع مش تركيب. الازازه ال50 مللي، في ازايز تانية 100، والفرق ما بينهم بسيط اهو، ده شكلهم. الازازه دي اسمها فابولوس ريوت، دي تقريبا شبيهه الفاكينج فابولوس بتاعت توم فورد. والازازه دي اسمها ماتشو موس، دي شبيهه الجامبول جوتيه الترامال او التراميل، دي لطيفه جدا جدا. واللي عجبني بقى في البراند ده ان هو مش مزعج خالص، الكحول بتاعه والبرفيوم ريحتها جميلة جدا وثباتها كويس وفرحانها كويس. واللي عجبني اكتر واكتر ان السعر بتاعه كمان لطيف جدا بالنسبة للبراندات المصرية اللي موجودة في الوقت الحالي. انا بشايف ان هو البراند جاي قوي جدا، باكينج بتاعه كويس وبينافس بشكل كويس جدا في السعر بالتحديد. يعني زي مثلا زي ال50 مللي دي انت بتتكلم تقريبا في حوالي 500 جنيه 600 جنيه، والازازه ال100 مللي تقريبا بتزيد لها حوالي 200 جنيه كمان، بتبقى حوالي 700 او 800. وده انا شايف ان ده is reasonable price، وفي نفس الوقت بيقدر ينافس البراندات التانية وبقوة جدا يعني.